الأخ يسأل أنه ما هذا التجليل لأحمد الشلبي ودفنوه في صحن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وليش مستكثر أنت؟ دفنوا ملوكا، شخصيات، جماعة سفاحين من السابق دفنوا عند الإمام سلام الله عليه، ليش مستعجب؟ هذا أحمد الشلبي أبوه أفضل منه، جده أفضل منه، هؤلاء من أسرة محترمة خدمت الدين وخدمت مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهو أقل من أبوه نعم، لكنه هذا وارث مجد هذه الأسرة المباركة. أنا كنت شاهدا في سنة 65 ميلادية، كنا بعثة دينية للمرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه، أنا كنت معهم، والسيد مهدي الحكيم، السيد هادي الحكيم، السيد محمد باقر الحكيم، كان مجموعة من العلماء هم يديرون البعثة، وأنا أيضا معهم في البعثة. كنا جالسين، جاءوا قالوا جاء عبد الهادي الشلبي، أو قال راح يجي عبد الهادي الشلبي، فهو قال ذكر أنه عبد الهادي الشلبي وزير في العهد البائد يسموه قبل ثورة عبد الكريم قاسم، صارت الثورة هو راح، وكان وضعه المالي ولهم أملاك في العراق وخارج أيضا لهم تجارة. يقول بعث له السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، نريد أن نصنع ضريحا لأبي الفضل العباس. قل بعث له رسالة عبد الهادي الشلبي أنه أنا أشكرك سيدنا اللي سببت أني أنا أساهم في هذه المثوبة، وباعث 4000 دينار وباعث 2000 دينار هدية للسيد، في ذاك الوقت كانت قيمة. وإذا جاء عبد الهادي الشلبي جاء سلم وجلس، ثم قال ها وين شنطتي نسيتها؟ قال له يا أحمد روح جيبها. قال له بابا وين؟ أحمد الشلبي. ذكرت فيها، أنا رأيته أحمد الشلبي ذكرت. قال أمام بالشارع، كان فندق التيسير قريب الحرم في وقتها مملوء الشارع أنواع الحجاج. قال له واحد من البعثة، قال له يعني الشنطة بقت راحت؟ قال له أبدا ما تروح، ما تروح، رجيبها يا أحمد. يقول هذه الشنطة هي مخمسة، فيها فلوس مخمسة، وفيها فلوس خمس جايبها أنا أرسلها إلى السيد، ما تروح. عجيب. راح قال له وجدتها مكانها بالشارع بين أرجل الناس. عجيب. وجاء بها. هذا من تدينهم واعتقادهم. هذا إذا يدفن عند الإمام الكاظم شو المانع؟ ما المانع أن يدفن عند الإمام الكاظم سلام الله عليه ابنه وأحفاده، ما المانع؟ وما فيها أي شيء. أحمد الشلبي إذا هناك إشكالات عليه إكراما لأبيه لازم نقبل ونكرمه وندفنه، الله يرحمهم جميعا. هذا واحد.